السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ وتدابير نورة. مرحبا بكل المشتركات. خياتي في الفيديو تاعنا اليوم جيتكم بطريقة جديدة ومختلفة لتحضير الشراك المسكر. رايح يجيكم يذوب في الفم، وكذلك طريقة التسكار اللي رايحة كيفاش نتحصل على طبقة تكون صغيرة ماشي خشينة تاع السكر. كل هذا وجميع الخطوات واسرار النجاح رايحين تشوفوها في الفيديو تاعنا اليوم. خياتي ما تنسوش تشجعوني بالاشتراك في القناة بالنسبة للاخوات اللي مازال ما اشتركوش. اما انتم مشتركاتي الاعزاء شجعوني بلايك وكذلك تعليق، بارطاجيو لا فيديو مع احبابكم واصدقائكم لتعم الفائده. نتمنى لكم متابعه طيبه للفيديو. بسم الله، نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير نحتاج 3 كيلات فرينه، كيلة تاع السمن يكون هكذا غامول ماشي دايب هكذا. نحتاج كذلك هنا كيلة تاع المزهر، وكذلك نص كيلة تاع السكر. عندي رشه ملح، لافاني، ومغرفه نص مغرفه صغيره تاع خميره الحلويات. نبداو على بركه الله طريقه التحضير. في جفنه نحط هذيك الكيلة تاع ليدام. هنا خياتي كما قلت لكم استعملت هنايا السمن غامولي ماشي دايب، يكون هكذا كوم بوماد. رايحه نخدم هاد السمن هكذا في الجفنه ونحاول ندوبو كامل كيما نخدمو الصابلي لا مغكارين تاع الصابلي. فوالا حتى يدوب كامل، يدوبوا لي هذوك الحبيبات الصغيره اللي تكون في السمن. رايحه نضيف له نص كيلة تاع السكر الناعم، ندخلها مليح في هذاك السمن. نزيد عليها شويه تاع لافاني، وكذلك قرصه تاع الملح. بعد ذلك رايحه نضيف نحط 3 كيلات فرينه ونخلط كلش هكذا. نحاول نجمع كامل هذيك الفرينه مع هذاك ليدام، ندخل مليح هذيك الفرينه في هذاك ليدام. نبسس مليح هذيك الفرينه. خياتي في هذه المرحله ما تخافوش على الفرينه، حاولوا فقط انكم تدخلوا هذيك الفرينه مع هذاك السمن. نضيف نصف ملعقه صغيره من خميره الحلويات. من الافضل خياتي زيدوها كي تزيدوا الفرينه. ندخلها مليح كما راكم تشوفوا خياتي رايحين تتحصلوا على هاد العجينه. في هاد الاثناء رايحه نبدا نشمخ فيها بالمزهر. خياتي لاستوس تاع الشراك المسكر هو انه يجي مبسس، وكذلك لازم نعطوله حقه من المزهر، ما نخلوش هكذا كيجينا كي الغريبيه. نحاولوا نعطوله حقه تاع المزهر. هنا استعملت حوالي نصف كيلة من المزهر. في كل مرحله كنت نضيف شويه تاع المزهر وندخله مليح. دائما نسيي هكذا نشوف باليد الاخرى، نشوف العجينه، نشوف اذا ما كانوش فيها خطوط تكون خلاص سي بون راهي دات حقها تاع المزهر. اذا كان فيها خطوط وفيها تشققات رايحه نضيف لها شويه تاع المزهر. وفي كل مرحله رايحه ندير هاد لو تيست، نحاول ندخل مليح هذاك المزهر. نشوف دوكا اسك نزيد لها المزهر ولا لا. هنا رايحه نضيف لها فقط شويه تاع المزهر. نحاول ندخل برك هذاك المزهر، نحاول انني ما نعجنوش، نلم فقط العجينه. نشوف هاي ليك العجينه خياتي كما راكم تشوفوا معايا تجي عجينه رطبه ما فيهاش تشققات. خلاص نلمها ونخبيها خليها ترتاح شويه. نروحو دوكا خياتي نديرو لافارس. هنا استعملت اللوز اللي كنت حمصته شويه. رايحه نحط 3 كيلات تاع اللوز، لوز محمص ومرحي. نزيد معاه كيلة ماشي معمرة تاع السكر غلاس. ونزيد كذلك هكذايا شويه تاع السمن.
نحاول ندخل كامل هذاك السمن مع هذاك اللوز والسكر الناعم، ونبدا نشمخ بالمزهر حتى تتلم لي كامل لافارس. خياتي لافارس ما لازمش نديروها جاريه بزاف، لانه هذا راح يخلينا هذاك لافارس تجينا يابسه لداخل كي طيب. نحاول انني ندير لها قيس قيس، ودائما نسيب اليد الاخرى حتى تبدا تتشكل لي على شكل حربوش. بعد ما خليت العجينة ارتاحت حوالي على الأقل حوالي ساعة، نولي ليها ونحاول نقطعها إلى أجزاء، ونديرها كريات، كل كرية يكون الوزن تاعها 30 غرام. أما بالنسبة للأخوات اللي ما عندهاش الميزان، ما عليها أنها فقط تشكل اون بول وتبدا تشكل فيه وتشوف الحبه تاعها. اذا كانت كبيره رايحه تنقص شويه من العجينه، واذا كانت صغيره رايحه تضيف لها شويه تاع العجينه. نقفل كامل على هاد لي بول ونخليهم يزيدوا يرتاحوا حوالي 10 دقائق. بعد ما ارتاحت العجينه حوالي ساعه كامله، وكذلك الحشوه هذيك شكلتها على شكل حرابش اللي كانوا خشان في الوسط، وفي الاطراف نديرهم رقاق. نبداو على بركة الله في طريقة التشكيل. نحكم العجينة ونديرها على شكل مستطيل، نحل العجينة بالحلال على شكل مستطيل، يكون الطول تاعو حوالي 12 سنتيمتر. كما راكم تشوفوا معايا خياتي العجينة راهي منيحة، راهي ما تتقطعش. هذا راجع لهذيك المرحلة اللي خليتها ارتاحت فيها. قد ما ارتاحت العجينة رايحة تجيني منيحة. نحل العجينة تكون رقيقة. ما تنساوش راني درت لها شويه تاع الخميره الكيميائيه. نحط هذاك الحربوش تاع اللوز ونغلق عليه العجينه. نحاول انني ما نخليش الهواء لداخل، نخرج دائما هذاك الهواء. وكذلك بالنسبه للاطراف رايحه نغلقهم. نغلق على هذيك الحشوه مليح. بعد ذلك نغلق هذيك الفتحه كذلك، وهذه الفتحه دائما نحطها من الاسفل. نحاول نعطيها شكل تاع التشارك، نرقق شويه الاطراف وفي الوسط نخليها شويه خشينه. ودائما الفتحه هذيك نحطها من الاسفل ونعطي لها شكل تاع التشارك بهذه الطريقه. خياتي العجينه كي ترتاح رايحه تساعدكم في الخدمه، وكذلك التشارك رايح يحكم لا فورم تاعو. نزيد نشكل الحبه الثانيه، تشوفوها معايا. نحل العجينه على شكل مستطيل. نحط الحربوش هذاك ونقفل عليه العجينه. نحاول نضغط شويه على الاطراف ونقفل كذلك الاطراف ونضغط عليهم شويه. خياتي بالنسبه للاطراف ما ديروهمش بزاف رقاق باش ما يتكسروا لكمش وما يتحرقوا لكمش في طيابهم. اما طريقه الطياب خياتي كما راكم تشوفوا معايا، لاستيوس هذه بزاف مهمه. هذه المرحله لما تحطوا التشارك تاعكم في السنيوه تاع اللي رايحين طيبوا فيها، لازم تكاليو الحبه مع اختها هكذا باش ما يتفتح لكمش في طيابه، سواء كان في الجوانب او على الاطراف. وبنفس الطريقة نكمل كامل الكمية. دائما خياتي كنحطو في سنيوة رايحة نكالي هادوك الأطراف، كل حبة نكاليها مع اختها هكذا باش ما تتبدليش في الشكل. وكذلك كما راكم تشوفوا خياتي هنايا كاين حبات حطيتهم على هاد الشكل، وحبات كنت قلبتهم هكذا باش ما يتحرقوش هادوك الأطراف. ونحاول انني كل حبه نلاقيها مع اختها. بعد ذلك نجيب هنا ان كوردون ونثقب كامل هذاك التشارك من الفوق هكذا باش نتخلص من هذاك الهواء.
اما بالنسبه للطياب تاع هاد الحلوى، حطيتها في الفرن على درجه حراره 160 درجه. بعد ما خدت تحميره من الاسفل، شعلت لها الفرن من الاعلى وخليتها تاخذ تحميره خفيفه فقط من الاعلى. بعد ما بردت لنا الحلوى مليح، الان نروح نسكروها. هنا خياتي عندي كميه من السكر الناعم اللي كنت غربلتها وصفيتها مليح. ضفت لها ملعقه صغيره من لافاني، كذلك كنت صفيتها، ونحاول نخلط مليح هذا السكر. عندي كذلك هنا كميه من المزهر، رايحه نضيف له ملعقه كبيره من السكر الناعم، ونخلط مليح هذا الخليط. نخلط مليح ونبدا في تسكار هاد الشارك. هكذا ناخد حبه وندخلها، نحطها شويه في هذاك المزهر، ندخلها فقط نغطسها تغطيسه ونحطها فوق بابي ابسوربون، ندخلها ونعاود نخرجها فقط، نخليها تقطر شويه وتنشف شويه من هذاك المزهر. بعد ما تنشف رايحه نحطها في السكر الناعم ونحاول نغطيها كامل بهذاك السكر غلاس، نخليها حوالي 5 دقائق. بالنسبه للاخوات اللي يديروا كميه كبيره، رايحين يستعملوا اناء كبير ويحاولوا انهم يديروا كميه كبيره في هذاك الاناء ويخلوها حوالي 5 دقائق او 10 دقائق حتى 10 دقائق. وفي نفس الاثناء رايحه نوجد حبات اخرى اللي راني رايحه نخليهم يقطعوا. بعد مرور 5 دقائق وليت لهذاك الشارك. نحاول انني هكذايا نحي كامل هذاك السكر الزائد، سيرتو من الاسفل ما نسحقوش هذا السكر، رايحه نحيه. اما على الوجه رايحه نسقمو بشويه هكذا بيديا، نبدا نليسي بشويه في هذاك السكر ونحي كامل السكر الزائد. سعفوه غير بالعقل لانه هذا الشراك يجي مبسس ويجي يدوب في الفم. هكذا نحاول نمسحو كامل مليح بهذه الطريقه، ونحي كامل هذاك السكر الزايد، خليه فقط طبقه رقيقه. رايحه نمسح مليح، نمسحو مليح براحه اليد هكذا. بعد ذلك رايحه نرشو برشه خفيفه من السكر الناعم من الفوق. في النهاية خياتي إن شاء الله تعجبكم طريقتي في تحضير الشارك المسكر اللي كنت حضرته. صراحة خياتي يجي يدوب في الفم. طريقة التسكر تاعو كذلك السكر تاعو يقعد طري. نصيحة فقط خياتي كي تسكروه ما تخلوهش الهواء، مباشرة نحطوه داخل علبة مغلقة. نقسم لكم تشوفوه كيفاش جا من الداخل. هاوليك خياتي كما راكم تشوفوا لاباط كيفاش جات هكذا مدورة عليه، هذا دليل على نجاح الحلويات التقليدية. خياتي أترككم في أمان الله في فيديو آخر.